أنا راح أحكي كلمة واحدة يفهمها قطعان الصيصان وذيول الكيان السوس. الوضع اللي جاي عليكم بليجن على الآخر. روح. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا بالصقر، يا هلا بطير شلوى، يا هلا بالحر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي وأشواقي لطيور شلوى فرسان الديرة الصقور الرقم الصعب، وتحية خاصة إلى خالاتي ولكل الأحرار الذين لم يعتادوا المشهد ومستمرين في دعم أخوتهم في غزة العزة، في فلسطين، اللي قاعدين بخوضوا معركة نيابة عن 2 مليار من هذه الأمة، دفاعا عن دين هذه الأمة وشرف وعزة وكرامة وأرض هذه الأمة. وللآن الأمة مش مستوعبة خطر الكيان هذا المارق للأسف الشديد. على كل يا جماعة استمروا إياكم تعتادوا المشهد. الأمور اللي جاي نصر ثم نصر. مجنون بيحكي وعاقلين بيسمعوه. وطبعا يا أخوتي ويا أخواتي، قبل ما أخش على فقرة الجزائر اللي عودتكم بالبداية أبدأ فيها، في موضوع لازم أفرجيكم إياه وتعرفوا الصقر شو اللي كان يقوله لما قال لك ببلش الحل في داخل فلسطين. فاسمع خطاب الممثل الشرعي للأسف قدام العالم لدولة فلسطين. بالمناسبة نحن نعترف بدولة إسرائيل، بس إسرائيل لا تعترف بنا. عمركم شفتوا في حياتكم محتل بيعترف في أصحاب الأرض؟ ألطم أنا بتعترف في محتل، تعترف في محتل. فلسطين كلها للفلسطينية. لأي مرحلة أنت وصلت؟ لسه بدي أسمعكم المقطع الثاني لأنه والله راح أفقع. أوقفوا هذه الجريمة، أوقفوها الآن. أوقفوا قتل الأطفال والنساء، أوقفوا حرب الإبادة، أوقفوا إرسال السلاح لإسرائيل. مبدئيا بنطالبك توقف التنسيق الأمني مع الكيان، تحمي أبناء شعبك في الضفة من المستوطنين ومن الاحتلال وتمنحهم من دخول الضفة، تمام؟ لأنه بعرف القوانين يعني أنت إلك الضفة وإلك سيطرتك على الضفة، تمام؟ للأسف الضفة ما ضلش فيها إشي يعني، تمام؟ غير هيك إنك تلتحم مع أخوتك في غزة وتحمي أبطالك بدل ما تطاردهم وتحبسهم عشان عيون نتنياهو. ونقول لك شكرا. تخيلوا يا أخوتي، بقول لك الصورة والصوت يعني معبر عن حاله والحالة. ولكن أنا بدي أقول لكم في يوم من الأيام قالوا أخشى ما أخشى أن تصبح الخيانة وجهة نظر. أخوكم الصقر في 2024 بقول لك أصبحت الخيانة موضة. يعني باختصار أنت مش خاين؟ إيه مش ماشي على الموضة؟ إيه أنت مش حاط إيدك بيد الكيان؟ إيه أنت كتير حفرت اليوم ومتخلف لأنك مش ماشي على الموضة. هيك صارت الخيانة للأسف يا حيف. ماله. أما بالنسبة لفقرة الجزائر، أحد الأسباب غير رد الوفاء وغير إنه أنا حامل وصية وغير إنه أنا شايف إنه شعب مظلوم وقاعد بيقدم مواقفه مشرفة وقاعد ينطعن فيه، إنه لازم أوقف معه زي ما بنوقف مع أي حدا كويس. لا، من أحد الأسباب هو الكيان. وأنا أعلم أن الجزائر راح يضل عدوهم الأزلي حتى زوالهم، وأثبتت بكثير من الفيديوهات ورديت على كثير عالم بقول لك الجزائر بتلعب من تحت الطاولة مع الكيان. وآخرهم هاي التغريدة اللي استفزت الكثير لواحد من داخل الكيان معروف ومبلكني، ولكن وصلتني وشفتها، تمام؟ بقول لك إحنا نسعى إلى تقسيم الجزائر 5 دويلات، وإحنا حكينا في عدة مواضيع إنهم حاولوا يضربوا الجزائر من عدة مناطق ومن عدة قصص، وحاولوا انهم يعملوا البلبلة في 4 ولايات وقصص طويل، وحاولوا يخترقوها كان عن طريق الاقتصاد، عن طريق السياحة، عن طريق كتير اشياء وما قدروش. انا اللي بدي احكي لك اياه باختصار، الجزائر راح تضل شوكة في حلقك حتى زوال كيانك وليس دولتك الوهمية. وقربت ولا عزاء لكل انسان ووقف معاك وطعن بأخوته من وين ما كانوا، مش بس بالجزائر، عشان يرضيكم. انت حتزولوا وهم حيزولوا وراح يعيشوا بالخزي والعار. وعاشت الجزائر تضلها شوكة تنغسكم. أما بالنسبة لآخر أخبار غزة ومعركة غزة، بعد 359 يوم ما زال المجرم المحتل يمارس إجرامه على الناس النازحين وعلى المدنيين وعلى الشجر والبشر والحجر. هذا اللي شاطر فيه للأسف. وما زالت الأمة صامتة، وأنا لحد الآن مستغرب تماما يعني، إلا قلة قليلة يعني للأسف الشديد، تمام؟ وحتى من بعض أبناء جلدتهم للأسف، ولا كأنه في معركة على أرضهم للأسف.
ولكن سبحان الله هاي معركة غربلة، وهاي المعركة برعاية الله، ومهما فكرنا وحسبنا وكذا كل شيء بيمشي بأمر الله ولا نعلم شيء. بس اللي أنا بعرفه جاي نصر مؤزر، وهسه بأكد لكم هذا الحكي. خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة حلو، وطلع وقاعد يحكي وتهجم على دول كثيرة، وهو قاعد بيحكي انسحبوا كثير عالم جوا القاعة وما بدهم يسمعوه، وهذا رسالة انه الكيان اصبح غير مرغوب فيه وتم اساءة وجهه بفضل الله ثم بفضل رجال غزة الاطهار الابرار وفلسطين وكل من ساندهم. تمام؟ ومش بس هيك يا جماعة الخير، صدقوا وانا بطلع عليه وهو بهاجم كمان الامم المتحدة، يعني وصلت الوقاحة والعلو تاعهم مش طبيعي، مش شايفين حدا. لما رفع هاي الصورة اللي انتم شايفينها، تعرفوا مباشرة شو تبادر لذهني؟ باختصار شديد نموذج مصغر للأعور الدجال، انه جنتك نار ونارك جنة صراحة، والكيان بدأ بالانهيار وسينهار كبرج من ورق يا اخوتي. والايام اللي جاي حيكون فيها تصعيد، والايام اللي جاي زي ما قلت لكم من اشهر في دم، واللي جاي دم، وفي ناس غالي حتروح، وناس يعني كنا منحبها كثير وراح تروح، وراح يجي ناس بدالها أشد بؤسا، وقلت لكم هذا الحكي. واللي جاي نار على الكيان وأذناب الكيان، واللي ما ريد يدخل المعركة سيضطر دخول المعركة. والأيام بيننا، الأيام بيننا يا جماعة. مجنون هذا المجنون اللي كل اللي قاله ما حدا كان يصدقه. ليش؟ لأنه ما بتاجر فيكم، مش لابس بدلات، كله صار. مش لأني بعلم، فيش حدا بيعلم الغيب إلا الله، ولا اني انا زلمه قاعد بضرب لك بالمندل، لا، بحكي معك بواقعيه. اول واحد قال لك انه هاي المعركه مستمره وطويله وراح تاخذ سنه وسنتين وثلاث، صح ولا لا؟ ارجع للبثوث وشوف. بس بدي اذكرك في بث من كثر ما راح لي قنوات الان في هاي المعركه، وفي قنوات انتم ما دريتوا عنها، عن اللي قاعد بيصير في جنوب لبنان. حاب اسمعكم هذا لشخص بيسالني في البث وبجاوبه، وحطيت لكم اياه الان بالفيديو. تفضل. صقر، كيف حالك؟ شو اللي قاعد بيصير في جنوب لبنان؟ اللاسلكيات والبيجر والقادة حبيبي يا محمد، حطوا لايكات شباب في اليوتيوب. صقور، شو مالك يا محمد؟ شو انت بتابعني 250 لايف وتقيدت لنا قنوات وراحوا نص البثوث وانا بشد شعره وبقول لك من شهر واحد شو قلت؟ قلت لك انه جنوب لبنان مخترق رسميا مخترق بطريقه مش طبيعيه. يعني انا مستغرب، يعني انا لحد مش راضيين تستوعبوا على المجنون. انا مجنون وانتم عاقلين تسمعوني، ما تستفزونيش. انتوا قاعدين تسمعوا لي من اصحاب البدلات وقادموه التجار. انا اقول لك الحقيقه بدون عواطف، ونشدت وقلت للعالم يا عمي جنوب لبنان مخترق بطريقه مش طبيعيه. وبعد قصه البيجر ما انت شفتني شو طلعت وقلت يا جماعه كبوا اللاسلكيات. ايش يا جماعه اليوتيوب نقلب على بعض هسه؟ ايش فيه؟ واقول لك شغله، وبعد القاده اللي راحوا يعني اتوقع انه الساعات القادمه تسمع عمليه اغتيال لحسن نصر الله. يمكن هسه اللي بيسمعني يشد شعره ويقول لك انت بتتفاول وانت. انا بحكي بعقلانيه، انا بقول لك بعقلانيه مخترقين بطريقه مش طبيعيه. وهسه لو قلت ممكن ايران تبيعهم برضه راح تقولوا عني انت ابصر شو. بالمناسبه انا ما بيهمنيش ايران كلها يعني، بس انا بقول لك حقيقه، يعني انا ما بلعب بعواطفك يعني صراحه يا محمد. كل شيء توقعوا. جنوب لبنان مخترق على آخر. على كل، اللهم بردا وسلاما على أهلنا في لبنان، ويشفي جرحاهم ويرحم موتاهم، والله ينصر غزة وفلسطين. وإلى الآن ما في خبر يأكد أنه تم اغتيال قائد رجال لبنان أو لا، ولكن اللي أنا شفته هناك مدنيين بالمئات تم إصابتهم واستشهادهم عشان يغطوا على الفضيحة الكبيرة، فخلوا الإعلام يلتهي في قائد رجال لبنان. ولكن إلى الآن ما في تأكيد رسمي، ولكن هيك برأي متواضع بسيط وتحليل بسيط، يا إنه القادة جوا رجال لبنان سربوا خبر إنه راح يتواجد قائد رجالهم في هذا المقر عشان يكشفوا مين الجاسوس ومين الخاين ووقعوا بالفخ الكيان، يا إنه تم اغتياله بسبب انه عن جد جنوب لبنان مخترق بطريقه مش طبيعيه. وعملت فيديو وحكيت عن هذا الحكي. بدناش نستبق الاحداث، وغير هيك ممكن يطلعوا هاي الشائعه عشان يصير في تواصلات بين اعضاء رجال لبنان ويكشفوهم عن الاتصالات ويحددوا مواقعهم. برضه هذا كيان خبيث يعني معروف. في عده احتمالات، ولكن الى الان ما في شيء يعني رسمي
وحكيت إنه جنوب لبنان مخترق، وحكيت يعني يا جماعة الحقوا حالكم، ولكن مش فاهم شو اللي بيصير. على كل يا جماعة المعركة شكلها راح تتطور، وراح يصير أشياء وأمور جاي على الطريق لا كانت على البال ولا على الحسبان. بس اللي بأكد لكم إياه إني أرى النصر زي ما أنا شايفكم، واللي جاي عظيم. وعاش اليمن اللي ضرب امبارح تل الصيصان اللي صارت مسخرة، وعاش رجال العراق اللي بيضربوا وبيحاولوا على قدر استطاعتهم، وعاش كل إنسان من أي دولة من أي منطقة مستمر على قدر استطاعته بالكلمة بالمادة على الأرض في دعم أخوته في فلسطين. أنتوا المحتاجين، مش أهل فلسطين المحتاجينكم، تأكدوا تماما. بس استمروا يا جماعة، والله يرحم الشهداء ويشافي الجرحى. وتحيا غزة بلدة التوحيد، غزة بلد العظمى. تحيا فلسطين حرة أبية، وتحيا الجزائر، وتحيا هذه الأمة وتصحى حالها، لأنه فرصة ذهبية. يلا يلا. وفي الأمس انتصرت الجزائر بعون الله ثم بعون رجالها، وفي الحاضر ستنتصر فلسطين بوعد الله وقوة الله وعون الله، ثم بعون خير أجناد الأرض رجال غزة وفلسطين وفرسان هذه الأمة. وعلى ما يبدو أننا نرى لعنة العقد الثامن يقودها التبنياهو. سلام.